الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب المغربي المسلم الغيور، أيها المؤمنون في كل مكان من العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشعب السوري المسلم المجاهد التواق للحرية يناديكم ويناشدكم الله والرحم والإسلام والإنسانية أن تنجدوه وتنصروه ولو معنويا، ورمضان على الأبواب. وقد رفع هؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا شعار إفطار بطعم الحرية، فليكن شعارنا إفطار بطعم الحرية، وليكن إفطارنا هذا العام في رمضان بطعم الحرية، وذلك عن طريق تفعيل السنة الإسلامية الإنسانية الحميدة، سنة تفطير الصائم. ومع كل حركة ولو رمزية لتفطير صائم طلب وإلحاح على المستفيد في أن يدعو لإخوانه في سوريا بالثبات، وأن يدعو لهم بالنصر، وأن يدعو لهم بالخلاص من هذا النظام المجرم. أيها المسلم في كل مكان، أيها المغربي المسلم الغيور، حيثما كنت في هذا الشهر الفضيل، توزع تمرا عند الآذان، أو توزع حلوى يوم العيد، أو تسجد لله رب العالمين في صلاة التراويح. ذكر من حولك وتذكر أن إخوانك في سوريا هم هذا الشهر أولى من كل شعوب العالم بدعواتك الصالحة الضارعة لله عز وجل في جوف الليل من أعماق القلب في أن يثبتهم وينصرهم. أيها المؤمنون، لا تنسوا إخوانكم الذين يتعرضون لأبشع أنواع التقتيل والاغتصاب والتنكيل والخطف والتعذيب والترويع والإبادة الجماعية والحصار والعقاب الجماعي. إنما حصل للشعب السوري لم تمارسه إسرائيل للأسف الشديد ضد الشعب الفلسطيني، ولا نظير له فيما قرأناه عن هولاكو ونيرون وكاليغولا وغيرهم من سفاحي العالم ومجرميه. فالله الله في الشعب السوري، والله الله في أنفسنا وإيماننا وإنسانيتنا إذا ما نحن عشنا أفراحنا وعشنا سمرنا في رمضان وعشنا مواسمنا، ونحن ننسى هذا الشعب الذي يعطينا درسا في كل لحظة وكل دقيقة في الشجاعة، في الجرأة، في التضحية، في الفداء، في الشهادة. اللهم هل بلغت فاشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.